السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة للجميع إن شاء الله. وصفتنا نهار اليوم راح نديرو خبز الفوتشاكا الإيطالي السهل الرائع واللي نحبو بزاف. فوالا مكونات جد بسيطة والوصفة جد سهلة. إن شاء الله تتبعوا الفيديو للأخير وشاركوا في قناتي. اللي ما اشتركتش تشترك وتضغط على زر الجرس ليصلها كل جديد. وشكرا على المتابعة وأتمنى لكم فرجة ممتعة. بسم الله البنات، كما قلت لكم وصفتنا نهار اليوم خبز الفوتشاكا الرائع. انا وحده نحبه بزاف، سهل وبنين. والمقادير اللي فيها البنات ما فيهاش حاجه بزاف. فيها كاس تاع الماء دافي، مغرف كبيره سكر، مغرف كبيره معمره مليح ولا حتى مغرف ونص خميره الخبز، الزيت والفرينه ذات نوعيه جيده. بسم الله البنات، في الريسيبيون تحبي تعجنيه باليد ولا تعجنيه بالبيتخان. انا راح نعجنو باليد. الماء تاعي راني سخنته، ندير مغرف كبيره سكر، البنات نسيت الملح، ما قلت لكمش على الملح. الملح سلطان المائده باينه، مغرف تاع الملح، مغرف ولا مغرف ونص خميره الخبز ماشي يتفاعل مليح الخبز معنا. انا راح ندير وحده ونزيد شويه. راح ندير 2 مغارف تاع الزيت. الخبز هذا يحب زيت زيتون البنات، وحده زوج. نخلط المكونات جوست بالملعقه. قد ما راهو سهل الخبز قد ما بنين والشكل شباب والتزيين رائع البنات. دوك تشوفوا لا فيديو للاخير تحكموا. فيما يخص الفرينه، العجينه نسحقوها تتلاصق في الايدي. صافي راح نعبر معكم الفرينه بالكاس باش نشوف شحال دات لنا. هذا الاول بنات. انا الفرينه نستعمل اغرودير رائعه البنات. راح ندير نص الكاس ونشوف ونخلط بالملعقه. مازالها سائله البنات. صافي نكمل كاع كاس تاني. راح نزيد لها شويه فرينه، مازالها سائله يعني ماشي القوام اللي نحبه، لاني حابه نتحصل عليه. راح نزيد بالملعقه كما عودتكم، وحده زوج، ونشوف القوام اللي راني حابه نتحصل عليه. هنايا البنات 2 كيسان و2 مغارف مازال. راح نزيد الملعقه الثالثه. هاوليك البنات القوام اللي نسحقو هكذا، تجي شاده روحها بصح مطاطيه بصح تتلاصق هكذا. دوكا البنات راح ندير شويه زيت في يديا باش نجبد كاع العجينه اللي راهي في الاطراف، ونديرها ينبول ونحطها في مكان دافئ باش تختمر معايا. ولا ديروا كيما انا، شعلوا لا كوزينيير، حطوا العجينه قدامكم قدام لي فو،
هكذا البنات نحو كاع الاطراف هكذا. ندير فوقها شويه تاع الزيت. الخبز هذا يحب الزيت، زيت زيتون هكذا. نحطو في مكان دافئ نخليه يختمر ونرجع لكم البنات. شوفوا البنات بسم الله ما شاء الله، هذه التخميره الاولى برك. شوفوا كيفاش جا معنا ما شاء الله. دوكا البنات كيفاش راح ندير، نشمخ شويه يدي بالزيت. والطريقه راهي هكذا. شوفوا نجيب العجينه تاعي نديرها هكذا، نزيد نجيب الجهه الاخرى ندخلها هكذا مليح. هذا راح يخلينا الخبز تاعنا يجي مفشفش لداخل هكذا. راح نزيد نخليه يختمر. علاش قلت لكم هذا يحب الزيت، راح نزيد ندير له هكذا نخليه يختمر لتاني مره. نفس الطريقه نديرو قدام لا كويزينيير، نشعلو لي فو ونخليه. هاوليك البنات بعد ما خليته خمر لتاني مره بسم الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش جا. راح نجيب سنيوه تاعي ونحط لكم في البايو من تحت، نحط لكم مقياس سنيوه تاعي. درت لها لو بابي كويسون باش ما يلصقليش. راح ندير شويه تاع الزيت، ندهن كاع الباسي تاعي. نجيب الخبزه تاعي بسم الله. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش تجي الخبزه، تجي طريه بزاف باش الخبز تاعنا يجي ناجح 100% من الخطره الاولى. نجيب الزيت نعاون روحي بالزيت. قلت لكم هذا الخبز ما شاء الله ما شاء الله يحب الزيت. راح نحطو كاع على السنيوه تاعي. هاي لك البنات بعد ما حطيتها في السنيوه ما شاء الله. هنا عندي شويه تزيين، هذا اختياري، تحبي ديري غير زيتون ولا فرماج ولا طماطيش برك. هنا عندي شويه زيتون، فلفله، طماطم قطعتها الى مربعات، وعندي زعتره. تحبي ديري لي زيرب دو بروفانس هكذا زعتره. نجيب المقص نقطعها من الفوق. شعلي الفور على 180 ولا حتى 190 درجه هكذا. خبز رائع البنات كما قلت لكم انا نحبه بزاف. ندير من الفوق. تقدري ديري ميم هذيك العشبه واسمها والله غير نسيتها. عشبه حنا ما عندناش في بلادنا بصح. فوالا اوراق الزعتر كاع نديرها من فوق. دوك كي نتفكر هذيك العشبه نقولها لكم البنات. بون ومن بعد نجيب الزيتون تاعي. قبل الزيتون البنات نشمخ شويه يديا بالزيت. راح ندير هذه الطريقه، نحل صبعتيه وندير ثقوب في الخبز تاعي هكذا. نحي هاد الورقه تاع الزعتر نسحقو غير نسحقوش العشب هكذا. دركا نجيب التزيين تاعي اللي هو الزيتون، نحطوه هكذا في الوسط. فوالا العشبه هي اكليل الجبل، هاني فكرتها البنات. اللي تقدر تشريه تقدر دير اكليل الجبل من الفوق، راح يمدلو طعم رائع. انا اكتفيت بالزعتره وهكذا البنات. نقوموا بهذا التزيين الرائع والخبز رائع البنات. هنا كي حنقوم بالتزيين نزيد نخليه يخمر شويه
والفور تاعي راح نشعله دركا باش لو طون اللي يخمر لي الخبز الفور يكون واجد. فوالا نديرو له شويه زيت من الفوق قليله برك ماشي بزاف هكذا، نغطي عليه نحطو في مكان دافئ نخليه يختمر تاني معايا، نديرو يطيب. الفور شاعل على 180 حتى 190 درجه من التحت. كي يطيب لك من التحت حمريه ونتلاقاو في طبق تقديم ان شاء الله. هاوليك البنات بسم الله ما شاء الله هذا وين طاب، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، شوفوا الطراوه مازالو سخونه. دوكا راح ندهنو دهنه خفيفه بشويه تاع الزيت من الفوق، نغطيه نخليه يبرد باش نقسمو. واخيرا الخبز تاعنا البنات ما شاء الله تبارك الرحمن، خبز رائع البنات. شوفوا شوفوا الطراوه تاع العجينه ما شاء الله، شوفوا كيفاش يجي الله يبارك. والله البنات غير ننصحكم به والله رائع. بسم الله الخفة هكذا البنات. ان شاء الله تجربوه وتكتبوا رايكم في الكومنتير وتشترك في قناتي فضلا لما اشتركتش. وشكرا والى وصفة اخرى ان شاء الله.